السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة آية. فيديو جديد نتكلم عن الكلى اللي وعدناكم بيه. ازاي نقدر نحافظ عليه، إيه المؤشرات اللي تدل ان هو في مشكلة، وايه الاعراض اللي ممكن تظهر، واهميته، وحاجات كتير. ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر. ولو كنت اول مرة تشوفونا متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلك كل جديد. اول حاجه بالنسبه للكلى في حاجه اسمها الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين ده بيخرج من الكلى، وده المسؤول او اللي بيدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء دي طبعا هي اللي بتحمل الغذاء والاكسجين لكل انحاء الجسم. فبالتالي لو في اي خلل في الكلى الاريثروبيوتين ده مش هيطلع، بالتالي هيبقى في انيميا، بالتالي هيبقى في ضعف عام في الجسم. تاني حاجة فيتامين د. فيتامين د بيروح الجسم، بيدخل الجسم بصورة غير نشطة من الشمس وغيرها، يعني بيروح الكلى بيتنشط، يروح للعظام عشان يكونها، يساعد على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم. يعني هنلاقي ان الكلى مسؤولة او لها دور كبير جدا في عملية تكوين العظام. مسؤولة برضو الكلى على عملية السكريشن، والعملية دي مش عملية كده خلاص حاجة تدخل وتطلع وخلاص، او اللي هي الفلترة، لا، مسؤولة عن ضبط مستوى الالكترولايت في الجسم. يعني مثلا الصوديوم الطبيعي انه يبقى 135، لو لقيته نقص عن 135 وفي كتير نازل من الجسم، هي هتقلل الصوديوم انه يتفقد من الجسم. كذلك الجلوكوز لو لقيته مثلا قليل في الجسم عن المستوى الطبيعي ونازل كتير، تقوم تقلل من اللي بينزل. لو الشخص حصل له مشكلة في الرئة، مثلا كحة او بينهج او حاجة من كده، نلاقي الكلى على طول بتصلح المشكلة. علشان كده طبعا بسبب الريسبيرات اسيدوزيس اللي حصل، فالكلى بتتدخل وبتصلح المشكلة دي. بدل ما الشخص كان بينهج وكده تلاقيه هدي وبقى كويس. ده ليه؟ لان الكلى قامت بشغلها وعملت ميتابوليك الكالوزيس اللي هي مسؤولة عنه، بتظبط البي اتش بتاعة الدم وبتخليها في المعدل الطبيعي اللي هو 7.4 ل7.3 تقريبا. طيب تمام. طيب حاجة تاني مفروض نعرفها، ان احسن علاجات السكر حاليا اسمها جلوكوز، صوديوم جلوكوز لينكد ترانسبورتر 2. ودي بمنتهى البساطة انها بتدخل على الكلى توقف امتصاص الجلوكوز، واللي هو المسؤول عن زيادة نسبة السكر في الدم. فلما هي توقف امتصاصه بكده السكر مش هيعلى، وده من احسن الحاجات حاليا في علاج السكر. في حاجة وحشة جدا ممكن تحصل للكلى اسمها الفوليوم ديبريشن، وهو انه الارواء الدموي للكلى بنلاقيه بيقل، تمام؟ فبتحصل طبعا مشكلة، فنلاقي ان طبعا بتحصل مشكلة في الارواء الدموي. مش كل النفرونات الموجودة في الكلى بتشتغل، مش كل النفرونات بيوصل لها الارواء الدموي، فبالتالي النفرونات دي بتموت، وطبعا اللي بيموت ما بيرجعش. فبالتالي ان نلاقي ان مريض الضغط او السكر اللي مش محافظ على الكلى بتاعته طبعا معرضة ان النفرونات بتاعته تموت، وبالتالي الكلى تبوظ. اطمن ازاي على الكلى بتاعتي؟ بشوية تحاليل زي السيرم كرياتينين، وده نسبته المفروض بتكون من 8 ل 12. وفي حاجة تاني تحليل البادي يورين نيتروجين، ده بيكون من 1 ل 15 النسبة بتاعته المفروض. وطبعا الكلى عضو مهم جدا في الجسم، يستحق الاهتمام، يستحق ان احنا نعمل له تحاليل. العضو ده يا احبابي بيفلتر 170 لتر في اليوم، فطبعا مهم جدا، فيستحق الاهتمام ان احنا نعمل له تحاليل ونطمن عليه لو في عشان نتجنب اي مشكلة فيه. طيب ازاي او اعمل ايه عشان احافظ على العضو المهم ده؟ اشرب سوائل كتير جدا، لتر على الاقل او لترين في اليوم، من 6 ل 8 كوبايات. امارس طبعا الرياضة علشان احرك الدم وما يحصلش فوليوم ديبريشن زي ما قلنا قبل كده. طيب في حالة حدوث مشكلة في الكلى بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان الجسم تعبان وفي ريحة امونيا خرجت من الكلى. بنلاقي ممكن تشنجات في العضلات، ممكن تبقى نايم وعاوز حمام. مشكلة عضو الكلى يا احبابي ان عضو مش بيعبر عن تعبه بسهولة، فانت لو ما خدتش بالك منه او من المؤشرات اللي هو بيطلعها هتتفاجئ انه حصل له فيلر او فشل لا قدر الله. ازاي الكلام ده؟ المفروض على طول طبعا حتة المية دي كتير جدا لازم، ونعمله زي تشطيف او شطف للعضو ده.
خاصة لان معظم الناس اللي بتاخد ادوية بيبقى الاخراج بتاعها عن طريق الكلى، في زي مثلا الناس اللي بتاخد ميثوتريكسات العلاج مع مثلا او فيتامين سي اسكوربيك اسيد، وبعده مثلا تاخد فوار يوروسولفين، لانه ده بيعمل سواء الاسكوربيك اسيد او الميثوتريكسات بيخلي الوسط حامضي، فحبيت مثلا تخليه بيزك، تاخد له حاجه مثلا زي اليوروسولفين فوار علشان يحصل الكانيزيشن ويخلي البول قاعدي. الوسط القاعدي دوت بيجذب اي شوائب موجوده في الانابيب بتاعه الكلى، زي مثلا لما يبقى حوض متوسخ ونكب فيه مثلا ميه عشان يشيل اي رواسب فيه، نفس الفكره بالظبط. اليوروسولفين بيشيل اي شوائب موجوده في الانابيب بتاعه الكلى او جهاز او عضو الكلى عموما ويطلعها، بالتالي الدنيا تبقى ماشيه كويس ان شاء الله وسالكه والفلتره كويسه. واخيرا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واللي عنده اي استفسار اي حاجه يسالنا في الكومنتات، ان شاء الله نكون قدرنا فدناكم. لا اله الا انت سبحانك استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الاشعارات للجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.